بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الدرس رقم 28 من دروس الفقه المالكي، يوم السبت 19 جمادى الثانية 1435 للهجرة، الموافق ل 19 أفريل 2014 للميلاد. مثلا اليوم نبدأ في موضوع صلاة العاجز والمريض. بعد ما شرحنا الأحكام المختلفة للصلاة، الأركان والسنن والمندوبات المستحبات، وتحدثنا عن المكروهات وتحدثنا عن المبطلات، اليوم نبدأ في موضوع صلاة العاجز والمريض، ثم نبدأ بعد هذا الموضوع في موضوع جديد وهو صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة عنده أحكام كثيرة، نحاول نذكر معظم الأحكام اليوم ونكمل باقي الأحكام في الدرس القادم. صلاة العاجز والمريض، يتمثل رب سبحانه عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 238 قال: حافظوا على الصلوات، بعدين قال والصلاة الوسطى، وبعدين قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. إذن الأصل أن الصلاة تؤدى بالقيام، لذلك تقرر في الفقه الإسلامي وجوب القيام للقادر، ويسقط ركن القيام عن العاجز. يعني وقيد دليل في القرآن الكريم ما ننكر أرزلث أنزال سيف الدين، ولكن سبحان الله رب سبحانه اتقوا الله ما استطعتم. صحيح إلا اتقوا الله حق تقاته، وقي ذي المستوى عليهم إلى المستوى النظام اسمس اتقوا الله ما استطعتم. صافي الإنسان يتحرك بين هذين المستويين، المستوى الأعلى اتقوا الله حق تقاته، المستوى مشطوح الأدنى اتقوا الله ما استطعتم. لذلك رب سبحانه في سورة البقرة 238 يناد وقوموا لله قانتين. طيب، لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام منها يناد كقوله لعمران بن حسين إن يصلي قائما، إن يصل سيفدي، الظل سيفدي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، مرث زمير ضارة الظل سيغيمي، ما تقدرش تصلي وأنت قاعد. لذلك كي نشوفوا بعض إخواننا ربي يشفيهم ويعافينا جميعا يصلوا على الكراسي، هذا أمر طبعا جائز مباح ليس فيه أدنى حرج. بثوالي من مثلنا يعني يظن تظلم في كرسي، الأمر يجوز ذي الشرع. رب الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الفقهية تند إذا ضاق الأمر اتسع، ولاش شو صديقا ذي الشرعيث مثل ضيقة توسع، ولاش شدد ذي الشرعيث هكا. إن تصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، مزمضرة سيفدي سيغيمي، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. طبعا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، يعني الحديث هكي صحة. صافي الظال سيفدي، مرث زميضارة سيغيمي، مرث زميضارة على جنب. طبعا هذا الحديث لم يبين هذا الجنب الأيمن غير الجنب الأيسر، سيأتي البيان. إذن المهم أمذن هذه الظال. لذلك كما قلت لكم واحد اللي يدخل السبيطار ولا مريض في الدار ما عندوش عذر باش ما يصليش، وكان كي يدخل السبيطار بقى على خير يعطي لها كونجي، عطلة للصلاة. الصلاة ما عندهاش الكونجي،
والغريب الجواب تقريبا واحد. كي تقول لهم علاش ما تصليوش راك في السبيطار مريض ولا، يقول لك كي نخرج من السبيطار نرى رابي نصلي كلش، وشغل عنده ضمانه بلي يخرج من السبيطار ويبرى، وكاين من السبيطار للمقبره ما كانش ضمانات. طبعا الموت قريبه لنا جميعا، كي المريض كي الصحيح كي، ولكن هذا العذر غير مقبول. ما يجيش واحد يقول لك انا ضرك في السبيطار الدعوه كاع ماشي مليحه كذا، القبله مانيش عارف وراني مريض والسر منا والطباب داخلين خارجين والفرمليين وكذا، والدعوه ماشي مسقمه وكذا، وربما يقول لك تخص النظافه، ربما يقول لك الماء دي فوا ناقص. هذه كلها ماهيش اعذار، خاطر حجره صغيره تفري المشكله، حجره صغيره تفري المشكله. التيمم اذا كنت من طبعا المرض نتاعك ما يسمح لكش، وإذا كان ما تقدرش تتجه القبلة تسقط عنك القبلة، هذه اللي يسموها تخفيف الإسقاط، وكاين تخفيف الإبدال، يعني الوضوء يعوض التيمم، هكا اسمه تخفيف الإبدال. ميل ذو القبلة واحد ما يقدرش يتجه القبلة، المطرح نتاعو داروا للسرم هكذا جات الغرب، ما كاينش مشكلة، تسقط القبلة عن العاجز عن تحصيلها، ما يقدرش، وهذا اسمه تخفيف الإسقاط. وكل هذه التخفيفات تدخل في قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكا يتمثل ربنا يبغى هذه يستخفف في اللون، يبغى هذه يستخفف في اللون، وربي خلق دم الضعيف. صافي يا جماعة الخير، المهم ربي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربي حتى تموت. الصلاة ما عندهاش كونجي، المسفهام لا عطلة للصلاة. طيب طبعا هناك أعذار، إذا كان واحد كان مغمى عليه وكذا، الأمور هذه أشرنا إليها فيما سبق. طيب هناك حديث يعني روي يعني ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال إن لم تستطع أن تصلي قائما فقاعدا وإلا فمضطجع، يعني أكد هذا أخرجه الإمام الطبراني في الكبير، الإمام الطبراني في الكبير. إذن الآن نروحوا لنا في أسباب سقوط القيام في الفريضة. ما هي الأسباب اللي تخلي الإنسان ما يقومش للفريضة؟ بفتح قوس مهم في النافلة جواز صلاة النافلة قعودا. مانيش نقولها كذا معناه بعد النافلة قاعد تصليها قاعدا، يعني الأحكام اللي كنا نتحدثوا عليها أحكام تاع الفريضة، ولكن النافلة الرواتب يكون مختلفة. النافلة يجوز باش مذان الزال قعودا ولو كان قادرا على القيام. يجوز أداء صلاة النافلة بجميع أنواعها قعودا مع القدرة على القيام. يجوز يمظل المكلف هذه الظال فظلث للنافلة سيغيمي ولا ما يزمر هذه فد مسفهم صاحب ذا شوث الحاجة ميلا الظل سيغيمي نتا يزمر يسعى نصف الأجر إذا كان قادرا على القيام ولكنه صلى قاعدا فله نصف الأجر. أما إذا كان عاجزا فله الأجر كامل، ورب سبحانه هو اللي يعطي الأجر. هذا يوذا فالظلث للنافلة يجوز مذانة الظل سيغيمي ولا ما يزمر الصحيص عادي ذا شو يسعى نصف الأجر. هذا صافي كل ما ذكر. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني يسعى نصف الأجر. وقي عند القدرة، ولكن عند العجز يسعى الأجر كامل لأنه صاحب عذر.
هذا في النافلة وفي الفريضة كما كنا نشرح. ثورة ما هي أسباب سقوط القيام في الفريضة؟ لانت في الحقيقة ثلاثة السبات أسنت نشوفوا باش يون هذه الظل سيغيمي غادي الظل يعني ذكو سويسا كاين ماشي سيفدي ثلاثة الأعذار. العذر مزوارو ذا شوث العجز أوري زميرة طفيت الريديسكال نغي طفيت وعروريس نغي يسعى مشقة فادحة مشقة كبيرة زميرة نغسل المشقة العذاب أم قرآن هذه المشقة المانعة من القيام ويزميرة وكي السبة مزورف ما يقدرش السبة السناث الخوف يعني الخوف يقاذ لو صلى قائما قد يؤدي ذلك به إلى إغماء دخان يغمى عليه يسعى لي فيرتيج وكذا لو كان الزمر غادي ولكن لو كان ظل سيفدي الذخر الذغليغ إلى آخره صافي ذاكي ذو الخوف يقاذ. وكذلك دائما في نفس السبب ما إلا القيام مني يؤخر البرء أو يؤخر الشفاء من مرضه بين قوسين كما تعرفوا الفتوى في الصيام كي واحد يصوم ولكن عنده الحالة نتاعو المرضية تسمح له بالصيام ولكن لو كان يصوم صيامه يؤخر العلاج يؤخر الشفاء يؤخر البر حنا خلاص يتوقف عن الصيام يولي صاحب عذر كيف مين ذاك يتظلف التفضيون لو كان هذه الظل سيفدي هذه الظل سيفدي القيام النية في ظهور سين طبيبة توخرض تحوج الراحة لو كانت تفضل سواطاس يفدي ياكي هذه وخر شفاينك على كل حال شفاينك فسر ربي صافي مع انتهى باش تزرم باللي هذا الامر معتبر في الشريعه الاسلاميه يعني ما يتعلق بصحه الانسان وهذا الامر معتبر خطر اي غير في هذه الامور العبادات لها رخص هذه رخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه يولى الصحيص الله يبارك ما شاء الله هذه زاسي بدي ولكن ما يهلك ماشي كندير المزي ولا ما دير المزي التفضيل يهلك معليش التفضيل ديال المزي سبورتيف ما شاء الله رياضي من طراز الرفيع مرض يولي هو من اصحاب الاعذار تفضيل كبير السن يعني مغارم قران ويزميراره باش يذكر مسكين هذه وظيفه بدي حصره صافي يجوز باش هذه الظل سيغيمي سفله وكرسي سفلهم طرحنا ندايلا إلا سبب ثلاثة اللي هو الخوف من حصول حدث يعني سمحتي تفضيل يتوحرص لو كان هذه فد يزمر هذا سيروح اللوظون يزمر كيف تضرو ثاقي ولكن تفضي مانيك ما إلا في قيمض تتحكم دقيمانيك أكثر في الضرا بالك التصميم في الضركه اكيد ما الا سيف الدين حاول تحكيمها راه كيمانيو سورتو سيف الدين من بعد نصب غادر ركعه ومن بعد السجده يخسر الوضوء واقي غص حيسي قال له وكذا ولكن في الضرايس انه يكره الظل ثوالي من يسب اللي ما يقيم هذه مترزمان سيتحكم كيمارس واقي عذر يسمح له بالصلاه قاعدا ورغم قدرته أصلا على القيام هكا جماعة الخير وهذا هو الفقه ثورة أدن خدمة الخلاصة مهمة إذا عجز المكلف عن القيام استقلالا في الفريضة القيام استقلالا في الفريضة يعني أذيفد بلا ما يثكى فين النظام وهي مقصود به القيام استقلالا في الفريضة فإذا كان عاجزا عن القيام استقلالا في الفريضة يجوز له بل يندب أن يستند إلى غيره سواء كان شخصا طبعا بشرط لا يكون على جنابة ما يكونش على جنوب أو إلى حائط أو على عصا. اش المعنى
ما إلا يونور الزميرة غادي يفد وحدس استقلالا، هذه لي اوتونوم وحدس. طيب يزمر غادي يثكر في الحيض، أنعمه يزمر يثكر في عكاز وان كانت قلت نسوالي راه، ولكن ديال الفقه لا، مثلا ميوني الزول يثكر في عكاز يجوز، بس قرار ثقيت عشرات ولا شيء وكذا الى اخره. اكيني وزمي غير كذا وحدي، ولكن زمر في عكاز. اما كتفضي ونستع عكاز تعول لي ثيكلي مسمى ضرب ثلاثه هكا. طيب اذن هذا يستند ندبا على يعني على وجه الندب على مثلا عصا او يتكئ الى جدار الى اخره. واذا عجز عن ذلك ما قدرش يجلس استقلالا، يعني هذه قيم سيغيمي والزميره راه ما كيثكي، هذه اللي يفد ويثكى هذه قيم عادي. واذا عجز عن القيام والجلوس والزمير لا يفد ولا ذي قيم ما يقدرش، ذاكي يصلي على شقه الايمن. هذا انت غادي نفكر يعني هذه الزالك ماشي هكا ثنجنيث على ظهره، لا خاطر فيك تخدم المدن مباشرة، لكن ضموضين الزلغة خاطي أتزور الزلغة في الجهة يفوس الشق الأيمن جهة يفوس. طيب إما إلا وطبعا ذاكي بالإيماء خاطر ونون الزميرة غادي خاطر ما فوق كرسي ثورة كان كتيد خدمة فوق كرسي. الله أكبر أدغر الفاتحة أبرد صوت نظام وبعد مشي خمر الركوع أدرك هكاي الله أكبر هكاي سبحان ربي العظيم سبحان الله، وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وبعدين السجود ما إلا الزمر غادي وضغ القاعة إلا تفضيل يقيم كرسي كم يزمر يسجد أروح السجد القاعة مباشرة. إما الزمير غارة هذه لي السجودينو الانحنائينو أكثر من الركوع، الصبغة أكثر كي هذا سبحان ربي سبحان ربي. ماشي أنا ما دمت السمثة كنخدم له السمثة باش جامي خاطئ، يكفي أتخمض الفرق ديال الركوع والسجود الانحناء. هذا يتقلي فوق كرسينو من يكفي تظل السلمى والسلام عادي، وتحية تخدم فوق كرسي عادي الصلاة الإبراهيمية والسلمى تكفى تظل فيه. طيب ما إلا ينور الزميرة فوق كرسي ياكو ذاكيني هذه قيم قوسو ينس في فراشه على فراشه، ولكن على شقه الأيمن بالإيماء أدي غير سورة الفاتحة، بعدين أدي غير سورة النظام ما تيسر من القرآن، من بعد أدي الله أكبر نسى أماكن يتصور بالله ثن يتيماجين ثاني ركع هذا يروح هذا ركع، ولكن سن الإمام ماشي يروح هذا الركع ماشي ركع تدقسو، وبعدين دي السباح أبردين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. نسكني كان على جنبه الأيمن سبحان الله. شوف التيسيرات كل شيء في السوس دي الدين النار، كل شيء في السوس الله يبارك. كارث مثلا ما شاء الله. إما إلا فإن لم يستطع على شقه الأيمن يقول لك ما نقدرش أولا الجهة هذه مريضة هذه، روح إلى شقك الأيسر ما كانش مشكلة. ها يا سيدي أشيني كيني زمرة الجاية كي لاكوش الشق الأيسر كيف وكيف بالإيماء أتسيماجيني بلي تركعوض بلي تسجدوض بلي الشين يقلك تكسلوض تصوض في الجهة فازلمات. طيب فإن لم يقدر يقول لك ما نقدرش لا في لا ضروات لا في لا غوش لا يفوس لا ظلمات إناس فاروريك على ظهرك، ولكن والرجلان ورجلاه إلى القبلة أنعمه. طيب فإن لم يستطع يقول لك ما نقدر لا أدروات ولا غوش ولا على ظهري
ينس على بطنك، على بطنك، ولكن على بطنك كيفاش دير العكس، الرأس إلى القبلة. سبحان الله. بقات السبة الواحد باش ما يصليش، ولاش السبة؟ مليح حنايا واحد يمرض شويه ماشي غير في السبيطار، من في الدار يقول كيفاش نصلي، والغاشي معمر الدار، وانا عندي فاميليا كبيره وحبابي معمرين الدار، يا ربي كي يخرجوا نرقد شويه وصلات وقتاش يقول كاين برا با دو بروبليم نراترابي كلش. يا بابا وراهي غارونتي وراهي الضمانات، ما عندناش سبب. لذلك سبحان الله من السنة أنه لا نثقل. زيارة المريض لازم تكون خفيفة، زيارة المريض لازم تكون خفيفة، ماشي كاين مرض واحد نديرو ثم ميتينغ تجمع في دارو داخلين خارجين، ولا لازم نروحوا بزاف باش نبينوا باللي المريض نتاعنا عنده القراد، ولا نروحوا للسبيطار، وكان يروح للسبيطار يدير مشاكل مع الإخوة مع المسؤولين نتاع السبيطار، على 10 يزور، على 11 على 12 على 1 على 2 على 10 نتاع الليل، يقول كيف انا مريض نتاعي هذا نزوره، وكانت مشاكل. بل كاين الإخوة اللي راهم هنا حاضرين يخدموا في السبيطار عندهم مشاكل كبار، ماشي مع المرضى، مع زوار المرضى، مع عواد المرضى الذين لا يلتزمون لا بقواعد الفقه ولا بقواعد الأخلاق ولا بقواعد القانون. يقول لك لا لوا، تقول لك لا فيزيت تكون كذا بين كذا وكذا. فهمتوا يا جماعة الخير؟ صافي خويا، زيارة المرض تكون خفيفة. يقول لك إلا إذا كان المريض هو الذي طلب منك الإطالة، يرتاح ليك، يجي واحد كما الحاج بالقاسم الله يبارك يقول عمي الحاج ريح معايا، راني مريض، ريح، طول، حبيت نسمع لك نشوفك تفكرني بربي وكذا، صح؟ خاطر كاين واحد الزيار يا لطيف يجي يقول لك انت واش مريض كذا وكذا، يوليو كاع دي ميدسان كاع طباء، ويقول لك المرض هذا على بالك، نعرف واحد 10 من الناس ماتوا كاع به، يسمى باش يزيد عليك يعني. كاين كاليتي هذا ولا ما كانش؟ الور طبعا عيادة المريض أو زيارة المريض عندها أحكام وعندها قواعد وعندها آداب مهمة جدا لابد أن تحترم. لذلك يا جماعة الخير الحمد لله صافي فاهمين باللي هذه خلاصة مركزة عن صلاة العاجز والمريض. متفاهمين يا جماعة الخير؟ نروح الآن مباشرة إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة نجيب بعض الأحكام، وبعد خاطر أحكام الجمعة كاين كثيرة، صافي نعطي بعض الأحكام ونخليه البعض الآخر إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلاة الجمعة، ألف، حكمها فرض عين على المكلف الذكر القادر غير المعذور. باش يعني نجيبوا كامل الأحكام، يعني اللي مكلف ويكون ذكر ماشي أنثى تولي فرض عين ماشي فرض كفاية، فرض عين. وعلى بالك الفرض العين معناه مكون قد يخدم حدث، لا تجوز فيه الوكالة ولا التفويض ولا مفهوم. فرض السلام، رد السلام فرض كفاية، حنا مريحين يجي واحد يقول السلام عليكم ماشي شرط نردو كامل، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا، إذا كان واحد رد السلام يكفي. صلاة الجنازة فرض كفاية ماشي فرض عين، هكا يعني ماشي تتبث كل قد ظلن هو هرب بالك ظلنا تصف الناس يقسى على جر، هذا هو الأجر من مثني. ولكن ما إلا ظلن شويط 3 4 60 10 20 100 أين ظلن وقي سقط الإثم عن الباقي. ولكن إذا كان ولا واحد أدى هذا الفرض فرض الكفاية أثم الجميع. وطبعا فرض الكفاية ماشي غير في العبادات، حتى في الأمور الأخرى، الأمور الأخرى من الصناعات والعلوم
معارف وإلى آخره ما تحتاج إليه الأمة. هذا موضوع آخر. إذن صلاة الجمعة حكمها فرض عين صافي، كل يوم إلا مكلف ذرقاز إلا قاضي الزال صلاة الجمعة تزال واحد السنة، لقوله تعالى في سورة الجمعة الآية 9: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا العلماء نندقي الأمر للوجوب. إلا ذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يناد: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا وين ريجن 3 الجمعة تذفيرثا ماشي بالعذر، ميلا بالعذر عادي يسعى العذر، ولكن ميلا تهاونا يعني يستهزأ تهاونا بها طبع الله على قلبه. يا لطيف، يعني ميلا سيدي ربي سوليس يعني ذاين شو دي يقول من بعد تروي في الناس. طبعا هذا الحديث يفيد باتفاق الفقهاء المعنى وجوب صلاة الجمعة، ولا يجوز بندم يعني يتخلى عنها تهاونا إلا إذا كان صاحب عذر. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود. إلا ذا حديث عبد الله بن عمر يروه دنساكذ أبو هريرة في زوج عبد الله بن عمر أكذ أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يناد: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. يعني الحديث هاكي سيقرأ أذجن وكذاكي يعني محسوب الخذمة ينسن يعني إذا شو الخذمة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكذا تسجان فظلت الجمعة هكا يعني تتفت كان استخفاف وستكرة أزاليس. أو لا يختمن الله على قلوبهم، يعني تأكيد لما ورد في حديث أبي داود: ثم لا يكونن من الغافلين. الحديث أخرجه الإمام مسلم في باب التغليظ في ترك الصلاة، يعني كتاب صحيح مسلم يخدم ديون الباب اسمه التغليظ في ترك الصلاة، يعني الذنوب قرآن وين ريج انتظرت الجمعة بلا السبة. هذه نهاية الحديث. أو لا يختمن الله أعلم بعدين ثم لا يكون من الغافلين. ورب سبحانه في سورة الأعراف الآية 250: ولا تكن من الغافلين. ممكن واحد يكون من الناسين، ممكن ينسى أمذان ذي تسو ثلاث ثلا التصوض الظل ثيك تصوص الجمعة يزمري يونس، خاصة إذا يكون في سفر بلد ماشي مسلم وين بتسمعش حتى الأذان. كاين الناس اللي ينساو كي الخميس كي الجمعة كي السبت كي أي نعم ينسى. مش في بلد مسلم وين تسمع الأذان الله يبارك وكذا. صوف إذا كان واحد مانيش عارف يرقد في الدار وغطى روحه ورايح فيها كامل، طبعا هو غافل يعني. وإلى صلاة الجمعة والساعة التحذيرات كما سنذكرها بعد حين، عندها سنن، عندها مستحبات، عندها أمور كثيرة تخلي الإنسان لا ينسى في الحقيقة الجمعة، من تروح للأيام الأخرى ولكن الجمعة ما يخلش عليها. لذلك الحديث النبوي الشريف في هذا الوعيد قال: مرشدين من الغافلين. ورب ذي القرن ولا تكن من الغافلين. وتسيلي يرى سبوي قاذي غفلان، خاطر الغفلة تساوي فافيس غير ندامة، تساوي فافيس غير ندامة. مثلا مذان يسعى 50 60 70 سنة ويتظلر وسقرارة يتسو تاثوث نغ تلخص الدونيث نغ يسعى الشغال سفرانس العقل خاطئ وقي غافل. اللي بلغ هذا السن متقدمة جدا وما يصليش فهو غافل. والله حذرنا من الغفلة ولم يحذرنا من النسيان، بل قال في أمر النسيان: واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت. بعد ممكن ينسى، ولكن النسيان مولاه يتفكر يقول واش. أما الغافل ممكن يروح 60 70 80 سنة غافل حتى يموت، وطبعا يندم، ولكن وين ما ينفعوش الندم، حيث لا ينفع الندم. أو رجع على ربي غيجع على ربي سي الغافلين.
وقتها، ألف حكمها، وقتها. بداية وقت الجمعة يبدأ من الزوال، يعني من وقت انحراف الشمس عن كبد السماء وكذا الزوال هكا، يعني وقتها وقت الظهر. يا أخي ما نصليوش الظهر بالجمعة، نصليو الجمعة صلاة الجمعة. إذن الوقت انتظليت من الجمعة ذي الوقت انتظليت انطهور. طيب ذي البال بلي وكذا يروحون للصحراء مثلا، أتصفض كان وين يوصل الجمعة في 1:30 كان بعدين في 2:00 2:30 3، أمر جائز يعني. اللي يروح للصحراء يلقى هذا الاختلاف التوقيت، وهذا أمر جائز ما فيهش حرج. لذلك كل واحد يعني على باله بالجمعة والجامع نتاعو يصلي، يعني يقصد الجامع وعلى بالهم بالتواقيت. ممكن واحد تفوتوا هنا الجمعة يروح يصلي في الجامع واحد آخر، ما كاينش حرج، فهو الوقت واسع. ولكن كلما كان التوحيد كلما كان أحسن، كلما كان أحسن. كل ورنا مثلا ذاكي على بالنا قال مثلا الدرس يبدأ على الوحدة يخلص على 21 ولا 1:30، وبعدين الخطبتين على بالنا صافي نديروا حسابنا. ما يجيش يقول لك لا نصلي على الزوج نقلعوا نجاو نلقاو الغاشي خارجين من الجامع ورحت لنا صلاه الجمعه. كل ما يكون هذا الامر معلوم معروف عند الناس كل ما يكون احسن، ولكن هذا وقت الجمعه. حديث انس، عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. طيب جيم شروط الوجوب. باش ثمت الشروط وجوب تظليت الجمعة هكا. الشرط مزوالو الذكورة، فلا تجب على الأنثى، لا تجب على المرأة. يعني إلا قلع بذذيلي ذي الذكر، طبعا فضلنا عن التكليف يكون مكلف وقد أشرنا إلى ذلك، ولكن ثمطوث ماشي واجب. السؤال هل يجوز تظل تمطوث الجمعة؟ طبعا يجوز، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فظليث الجمعة يجوز تظل تمطوث، بل حتى صلاة الصبح اللي يرحمكم إن شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد الحرمين الشريفين تشوف أمواج بشرية رجال ونساء يروحوا يصليوا صلاة الصبح، ويصليوها كما ورد في الأحاديث الكثيرة في الغلس سواء بالتغليس ولا بالإسفار ولا المهم. هذه الأمور مسائل وردت يعني في الموطأ الإمام مالك، خاصة في الحديث الخامس في ترتيب أحاديث الموطأ. لذلك يا جماعة الخير ما يعرفنا من الغلس هكذا ورد في آخر الحديث في الموطأ. معنا ثلاوين الفرنت صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع وخرجوا من الجامع ما يعرفنا من الغلس، لا يعرفنا. وهنا متلفعات أو متلففات في حديث آخر بمروطهن. معنى إما الحديث يحتمل معنيين، المعنى الأول لا يعرفنا هل ترى رجال أم نساء من الغلس، الظلمة هذيك الآخر ظلمة الليل اللي تكون مختلطة بضياء أو بضوء الصبح، هكذا هو مقصود بالغلس. لذلك نغي المعنى الثاني أنه لا يعرفنا بأعيانهن، لا يمكن التمييز بين المرأة وأخرى خطر من الغلس. في غادي باللي هذا الأمر، والعلماء كي شرحوا هذا الحديث واش قال لك مما يفيد هذا الحديث جواز شهود النساء للصلاة، سواء صلاة الصبح في الغلس أو صلاة العشاء. وبعدين يقول لك وجواز شهودهن للصلوات نهارا من باب أولى. نغلق القوس لكي مثلا باش نفهم باللي ثمطوث يجوز أتظل عند أمن الفتنة، تظل الصبح في الجامع نغا تظل العشاء. ولكن المساجد نتاعنا ماشي موالفين عادة، ما عدا في رمضان. شوف سبحان الله، في رمضان كاين استثناء، يجيو النساء يصليوا العشاء ويصليوا التراويح، وكاين وين جوامع يصليوا وين التهجد، وبعدين يصليوا الفجر الرغيبة، وبعدين يصليوا الصبح جماعة، وبعدين يروحوا للديار.
هذا في رمضان، هذه حتى في الجزائر ولا في البلدان الأخرى أيضا. ولكن في الحرمين الشريفين زادهم الله تشريفا وتعظيما كل الصلوات 5 صلوات رجال نساء، يعني ظروف مناسبة مواتية إلى الأمان إلى كلش، ما شاء الله ما شاء الله هكا. وحتى العرف يقفليث من كذا كذا العرف عندنا شغل يشدد. الشرط الأول الذكورة، الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على العبد في سبحان الله العظيم وبحمده ما إلا حر توجب في الناس ولاش خطر. والثلاثة الإقامة في بلد، الإقامة. لذلك المسافر سقطت عنه الجمعة. واحد منكم يروح يسافر، راح مسافر الأضرار، مسافر تندوف وكذا، وحكمته يقدر يصلي الظهر في الطريق، ما يصليش صلاة الجمعة لأنه تجب على المقيم. وكاين أما المسافر فلا. طيب من المسافر اللي يجي لعندنا، جاء واحد من الأضرار ذراع بن خدال عندنا هنا، إذا كان نوى عنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة، خلاص يصلي صلاة الجمعة وجبت. إذا كان ناوي يريح يومين 3 أيام ويروح ما يصليش. ممكن يجي ضيف عندك خليه يصلي الظهر وانت روح تصلي الجمعة عادي، مفهوم. بغى يصلي يصلي ما كاش حرج، ولكن بغى ما يصليش لأنه سقط عن الجمعة. خطر في حكم المسافر لأنه مسافر. صافي تمسك السفر يا جماعة الخير، ونفس الأمر نقوله في أمر التقصير، يعني يقول يروح هذا يسافر سير ما إلا ينوى هذا يروح مثلا أضرار، هذه يقيم يومين 3 أيام، هذه إلى كل شيء يتظل هذه يجمع، هذه يجمع مع انتهى الطهور ذو العصر أثنتي يجمع، وهذه يقصر ركعتين يقسم طهور، هذه يظل ركعتين طهور ركعتين، وهذه يرنو ركعتين العصر جمع التقديم قصرا. لا أثنتي وخر هذه الظال الطهور وكل العصر جمع تأخير قصرا. وكذلك المغرب العشاء، المغرب يصلي 3 ركعات عادي ويزيد ركعتين تاع العشاء يصليهم جمع التقديم قصرا. طيب نرجع مع تأخير من 11 قال 12 قال يصلي المغرب مع العشاء عادي يجوز. هذه رخص سيدي فاذور في كتاب الشرع هكا. إما ينوى هذه يقيم أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام ذينا إلى يتم في حاجة ما إلا ذينا ولكن مشغول، يروح مشغول مثلا كل سنة عندنا غير دايا نقصروا أيضا خاطر هذه الفتنة ماشي وحكا الركا إلى آخره مفتونيت. فبالتالي نسعى الحق ستيون فاضل ولا ما نقيم 4 شهور إن شاء الله أول نقيم سوى ما ذي الأمان ذي السلم ماشي ذي الفتنة هكذا. يروح ذا يروح الخارج لفرنسا ولا كذا، ولا يروح للمروك ولا يروح لمصر ولا يروح لأي بلد تجارة، وراه يدير لي كونفونسيون، وراه يتنقل لاجتماعات وكذا، ما على بالوش أصلا ممكن يريح يوم 3 أيام في مكان، اليوم الرابع بالك يروح مسافر 70-100 كيلومتر وكذا إلى آخره. هنا في هذا الجو مازالوا في الجو نتاع السفر عنده حق التقصير. نغلق القوس كاين الجو التقصير نعطيو تفاصيل أكثر إن شاء الله. إذن شرط الإقامة شرط الوجوب. الشرط الرابع السلامة من الأعذار المسقطة للجمعة. هناك أعذار إذا كان عذر من الأعذار كالمرض ولا شدة المطر ولا شبه الأمور، يعني هذه الأعذار نديروها في الدرس القادم خاطر فيها تفاصيل على بالي فيها أسئلة كثيرة نخليوها في الدرس القادم. صافي الشرط الرابع السلامة من الأعذار المسقطة للجمعة. ما يليون وريس على الأعذر إلى قد يظل صلاة الجمعة هكا. ثم نروحوا دال ألف باء جيم دال. شروط الصحة 4 شروط ذكرناهم، هذيك شروط الوجوب. ثم نهضر في شروط الصحة دال شروط صحة صلاة الجمعة باش سيدي الصحة ظلتك الجمعة إلى الشروط. الشرط مزورو الاستيطان ببلد، يعني الفقهاء استخدموا يقول لك مبنية هذه البلدة مبنية بطوب أو بحجر أو إلى آخره وغيرهما.
إنك فلا تجب على ساكن الخيم إلا تبعا، لأن الغالب على أهلها الارتحال وكذا، فألحقوا بالمسافرين أو بأهل السفر. ولازم تجي جماعة تتقرى سيسيدوس كلمة قارية تتقرى. شو معنى تتقرى؟ معناه تستغني عادة عن غيرها، لا في تأمين أمورها، في تأمين أنفسها أهلها، أو في تأمين غذائها. مدينة جماعة تتقرى زركاني ثوثرين جماعة الخير ثدارث مردنيني قرية بالقبالي ثدارث يعني تعيشين جميع تسمع وانان سعن الأمن جارسان الغذاء نسني لا جارسان خاطر مولاش الغذاء ولاش الأمن صار دير ما كان دايرين سفر وكذا أمر أساس نربطه بموضوع الاستيطان. الأمر الثاني، الشرط الثاني من شروط الصحة حضور 12 رجلا من غير الإمام، يعني إلى قليلين 12. وطبعا لقي في أدلة اللي بغى يرجع الكتب موجود أدلة منها حديث جابر بن عبد الله، وكذلك ذكر العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الفعلية 12 و12 إلى قليل من المستوطنين ماشي غير مقيمين للتجارة ولا للدراسة هكا. وكذلك إلى قد قيم لكذ الإمام من أول الخطبة، شكون سميتو الخطبة المالية في المنبر ماشي الدرس، لا من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة، إلى 12 قاذلين وجدا 12. مفهوم يا جماعة الخير؟ وثل الحمد لله مسألة 12 يعني ماشي مشكل، الزيك هذا الصح يثوثرين وكذا تصفر تظل 12 ومسفهما باللي ولاش لي زابسون اخاك جالسنا المسفهما زرا ما حكاو ندير مشاوي توقع حكيت سيداكي باش يوصل درس الجمعه شحال هاكي ناس قيمه الزل نغني خاطي إنا كلو كان الزل غيثون هذا قيمه غيثيزون كتبطل الزل اللي تيثدر في النغ يا سمشك كيفاش تبطل الصلاه في القريه نتاعكم كنصلي معنا إنا كان نيميرو 12 إنا كان رقم 12 مع انتهى إيه بعدين قلنا له كيف صافي غيركم في 12 قال لك حنا 12 زائد الإمام خلاص وتفاهمنا ما كانش لي زابسون ما كان والو شغل ليكيب ناسيونال كيف 11 إيه بعد قلنا له لو كان يغيب واحد عنده السفر عنده مرض عنده كذا أين كيجيب رومبلاسون هذه ضبر رومبلاسون يعني هذه طبعا في المذاهب الأخرى ماشي شرط احنا عندنا في المذهب المالكي هكا باش ما هكا يا جماعة الخير. الشرط الثالث أن يكون الإمام مقيما ولو لم يكن متوطنا، ماشي شرط يكون من أهل القرية من أهل البلدة، لا يعني يكون مقيم عنده إقامة. لذلك الحمد لله مما هو معروف أنه دائما كل مسجد يبنوا له دار الإمام أليس كذلك؟ يكون الشارع البناء يكون مشروع بناء مسجد مع دار للإمام ويكون قريب ليتمكن من أداء الصلوات في المسجد. الشرط يسرع الخطبتان ذكي ننتبه جيدا الخطبتان وزرنا صلاة الجمعة ركعتان لات الخطبتان ليعوضوا الركعتين هكا جماعة الخير فزرت مطورا نزل 4 إما الجمعة نزل كاس ركعات ولكن الخطبتان كيس عند الشروط لكن ننتبه. الشرط مزوارو للخطبتين إلى القيام يعني الإمام يلقي الخطبتين قياما سيفدي صوب إلى العجز وكذا يسعى الأعذارين الأصل الإمام يدير الخطبتين بالقيام مسفهم سيفدي هذا الشرط مزوار. طبعا هذه الأمور نعرفها عمليا نعرفوها هذا لأن نظريا حبينا نفهموها برك يعني ما عارفين نصلي صلاة الجمعة كي دخلنا أول مرة دخلنا لصلاة الجمعة لقينا الإمام يخطب واقفا خلاص فهمناها. الأمر الثاني لازم الخطبة أن تكون بعد الزوال ما يديرش خطبتين
أما الدرس ممكن يبدأ على 11، ممكن يبدأ الدرس طويل براحته درس. وطبعا درس الجمعة جائز، جماعة الخير، درس الجمعة جائز. هكا جماعة الخير باش من درك يعني نتفاهموا على هذا الأمر. درس. إذن الخطبة أن تكون بعد الزوال. الشرط الثالث أن تكون من اسم يعني مما تسميه العرب خطبة، يعني لازم تكون يعني ولو كان جملتين 3 جمل 4 جمل، ماشي شرط تكون خطبة نتاع نصف ساعة ولا خطير. يعني بعض العلماء يقول لك تكون فيها نوع من السجع، تبان يعني خطبة، تبان. وذكروا أمثلة كقولهم اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يعني أتسعوا السيمانين سن الخطبتين. خطر مموال كما نقول المسجد عنده عمران، عنده خصائص، عنده مميزات، يتميز عن سائر البيوت. نقول أيضا الخطبتان تتميز عن سائر الكلام. ونقول كلام شوية أحرجني جدا باش نقول، ولكن لازم نقوله. بعض الناس اللي ما يعطيوش قيمة الخطبتين يدير الخطبتين بالقبيلية، يديروا الخطبتين بالقبيلية سمازيخ. لا لا، لوجه الله. وهنا بالمناسبة أوجه رسالة إلى المسؤولين على الشؤون الدينية في الجزائر قاطبة، قل لهم اتقوا الله، لازم تنتبهوا وتنبهوا الأئمة باش يديروا الخطبتين باللغة العربية، ما يديروهاش باللغة الأمازيغية أو بالخطر علاه يديرها بالقبيلية، يجي نهار يديرها بالفرنسية يقول لك علاش ما يديرهاش بالرومية، يجي نهار يقول لك ما ديرهاش بالإنجليزية، سبيك انجليش، يهضر باللغة الإنجليزية، صح؟ وذوك الله يبارك الشباب نتاعو يقراو اللغة الألمانية، يقراو كلش. غدوة الشاب كيما هذا الله يبارك هذا الصغير هذا يولي يديرها بالألمانية، أنت ديرها بالإنجليزية، وبعدين حنايا نبقاو. لا جماعة الخير أرجوكم. وكان بعض المصلين يعجبهم الحال يقول أخويا واحد الإمام يدير بالقبيلية يفهمنا كاع، يفهمكم كاع، ما راكش تعرف المشاكل اللي ممكن تحصل، ما راكش عارف المآلات، وهذا هو الخطر. كان يدير بالقبيلية مساكن نية، لا نتهمهم في نيتهم، حاشا، يكون عنده الإمام هذاك عنده نية حسنة، ولا هذاك اللي ضيف أحيانا يجي ضيف متطوع عنده رخصة يطلع فوق المنبر ويديرها بالقبيلية. أنا عاميه كاين اللي عندهم نية حسنة عادي، يقول كان باش نفهم الناس، ولكن يقولوا يا أخي العزيز اتق الله إنك تفسد جمال وجلال الجمعة، والجمعة تكون بركعتين ولكن بخطبتين قبل الركعتين. مسفهم يا جماعة الخير؟ واضح؟ وطيب ممكن واحد يقول أعطيني الدليل الآخر، نقول بيني وبينكم لو كان غير بالقبيلية شكون اللي يفهم العربية من بعد مع الوقت؟ شحال من الناس اللي ما قراش، ما دخلش المسجد، ما دخلش المدرسة، ولكن مادام يحضر يواظب على حضور الخطبتين منذ سنوات يولي يفهم العربية ويقرأ العربية وما شاء الله. ما هوش هذا مقصد مهم. ثم بيني وبينك إذا كان نريحون نسمعوا الإمام الدرس بالقبيلية والخطبتين بالقبيلية، كاش ما يبقى جمال وجلال الخطبتين، نهضروا نديروا اللغو ونقصروا في التليفون، نديروا واش حبيت عادي، تروح هيبة الجمعة تروح. إذن الآن اعتبروها فتوى واعتبروها نصيحة لكل من يهمه الأمر، سواء الأمر موجه للمسؤولين على الشؤون الدينية وكذلك للآئمة والوعاظ والمدرسين وكذلك لعموم المصلين.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. الشرط 4 أن تكون يعني في زوج خطبتين يكون داخل المسجد ليس خارج المسجد. لازم غاس المسلمين يصليوا خارج المسجد، تعمر الجامع يصليوا الناس برا معليش، ولكن الإمام يلقي الخطبتين من داخل المسجد. هكا الإمام هذا يخدم الخطبتين داخل الجامع، غاس يشور الجامع ظن غاشي دي برا معليش. 5 تكون قبل الصلاة لأنهما من الصلاة كركعتين من الظهر، هذه خطبتين قبل الصلاة، ماشي يوم صلاة العيد. صلاة العيد نسبقوا في الركعتين وبعدين نصليوا الخطبتين وبعدين نسمعوا الخطبتين هكذا. ولكن صلاة الجمعة لا، الخطبتين وبعدين الركعتين. الشرط 6 ألا يقل الحاضرون يعني لسماع الخطبتين عن 12 رجلا، وكذا كل سمع خطبتين يغد من أول الخطبة إلى نهاية 12 على الأقل. الشرط 7 أن تكون الخطبتان بالعربية، نأكد عليها أيضا، أن تكون خطبتان بالعربية. وعلماؤنا قال لك ولو كان للأعاجم. هناك مرخصة من الفقهاء يقول لك يعني الأكثرية بالعربية وبعدين تكون شوية بعض الرسائل، ولكن بالنسبة احنا وين كاين الدرس ما كاين حتى عذر. اخدم الدرس قبيليث كنت تفغيض تكفيض درسك الخطبتين أسن تنسل تعرف. أيوة. الشرط 8 أن تتصل، يعني الخطبتان يكونوا متصلتين بالصلاة، ويعذر ويجوز الفصل اليسير. يعني الشيخ يخدم خطبتين ثم وبعدين يقول أقم الصلاة هذا يصل المنبر، هذا ما كان. وما يطفيت حاجة، ممكن واحد يغلظه ما يخصص الوضوء، ممكن يسوى من ممكن يقيمك عادي، ولا قال يجي الوقت طاس ديال الخطبتين أكل الصلاة، لازم يكون اتصال. متفاهمين يا جماعة الخير؟ الشرط 5 من شروط الصحة أن تقام بجامع، فلا تصح في البيوت ولا في الساحات ولا ستة صلاة الجمعة داخل الجامع. ماشي ممكن عائلة عندهم 40 واحد الله يبارك يقول احنا مادام رانا اكثر من 12 هيا انت تصلي بنا صلاة الجمعة في الدار. لا صلاة الجمعة في الجامع وليس في الدار. اشكركم على حسن الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله.